بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، يستعد نادي حتى الرياضي الثقافي الاجتماعي لتنظيم احتفال مميز في الأول من ديسمبر، يجمع ما بين الفعاليات الوطنية والتراثية والترفيهية أيضا تحت شعار متوحدين، وذلك لإبراز روح الاتحاد وتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة، وتقديم تجربة احتفالية تجمع ما بين المجتمع في أجواء من الفخر والاعتزاز. مزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذه الاحتفالية المميزة، نرحب معنا عبر الهاتف مباشرة بضيفنا الأستاذ عيسى البدواوي، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في نادي حتى الرياضي الثقافي الاجتماعي. مساء الخير أستاذ. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته، نمسي عليكم وعلى قناتكم وقرة وعلى متابعينكم الأعزاء. تسلم. أستاذ عيسى، بداية كيف يستعد نادي حتى الرياضي الثقافي الاجتماعي للاحتفال باليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، وما الرؤية العامة أيضا التي اعتمدتموها لتنظيم هذه الاحتفالات والتي جاءت تحت شعار متوحدين؟ أولا احنا نقول إن شاء الله كل إن عام شاء الله. وبلادنا وشيوخنا يعم عليها الخير والنعمة والفضل آمين. إن شاء الله. وهذا اليوم نادي حتى عنده توجه مجتمعي من ضمن البرامج لنادي حتى. نحن اليوم مش فقط مركزين على الجانب الرياضي، بل عندنا توجه إلى الجانب المجتمعي وأيضا الجوانب الثقافية. فيات عندنا اليوم نحن فكرة اليوم الوطني أن تكون مشاركة مجتمعية من جميع أهالي منطقة حتى، سواء كانت من المؤسسات ولا كانوا من أفراد، أنهم يشاركونا ونحتفي في هذا اليوم ونقدم شيء على الأقل للمجتمع أنهم يستانسون في هذا اليوم. صحيح، أكيد، ونشعر بالفخر والانتماء والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة أكيد دائما أستاذ عيسى من خلال المشاركات في هذه المناسبات الوطنية. لأن أستاذ عيسى أيضا نتحدث عن الأهداف التي يسعى النادي إلى تحقيقها من خلال هذه الفعالية الوطنية، وكيف بالفعل سوف يعكس برنامج الاحتفال قيم الاتحاد والانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة. صحيح، نفس ما ذكرت لك احنا اليوم لابد من دورنا في الأندية الرياضية أن نقدم عدة جوانب، من ضمنها الجوانب الثقافية وأيضا الجوانب المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك الجانب المهم هو الجانب الرياضي. إذا جينا اليوم على الجانب المجتمعي والثقافي، فهذه المبادرة اليوم تعزز روح التلاحم بين المؤسسات، بين أفراد المجتمع، جميع أطيافه، سواء كانوا من أهالي منطقة حتى أو زوار منطقة حتى أو أيضا المقيمين. فهذه المبادرة تحقق اليوم دور تعزيز التعاون ما بين الجهات، ودور الاحتفاء في هاي المناسبات الوطنية اللي بصراحة يعني تعد هاي المناسبة يمكن من أفضل المناسبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. أستاذ عيسى، أيضا نتحدث عن الأنشطة والفعاليات اللي سوف يتضمنها هذا الاحتفال والحفل الوطني. صحيح، نحن حقيقة يمكن عندنا شقين مهمات في هذا اليوم. راح نتطرق يمكن على الجانب الأول اللي هو بيكون إن شاء الله فيه مسيرة. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، هناك في إقبال أيضا، نفس ما ذكرت لك أنه اليوم عندنا إقبال من أيضا الشركاء اللي عندنا الاستراتيجيين في هذا الحدث، من ضمنهم القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بالروح الإيجابية ومركز شرطة حتى. بتكون عندنا ان شاء الله اليوم نفسه تاريخ 1 ديسمبر ان شاء الله بيكون عندنا ان شاء الله مسيره فيها الفرقه الموسيقيه مشاركه، وايضا فيها خياله شرطه دبي، وفيها الكيناين، وفيها الدراجات الهوائيه. ايضا هناك في مبادره ايضا من مجتمع منطقه حتى، يعني من احد افراد المنطقه بادر في مبادره جدا جميله في هذا الحدث، مشاركه الايتام بنادي سيارات الكورفت. بيركبون ايتام في سياره كورفت وبيكونوا مشاركين في هذه المسيره. نعم، وايضا هناك في بعد مبادره انسانيه اخرى بعد ايضا من اهالي منطقه حتى، بعد مشاركين في الانديه للسيارات اللي هم بيكونوا ان شاء الله مشاركه اصحاب الهمم في نفس الحدث او نفس المسيره هاي نفسها. وفي ايضا هناك مشاركات من نادي الامارات للسياقه، وعندنا مشاركات ايضا مجتمعيه في هذه المسيره. عقب المسيره بنروح على الجانب الكبير المهم، بيكون ان شاء الله نهايه المسيره ان شاء الله في استاد حمدان بن راشد في نادي حتى، اللي بتكون فعاليه الكبيره هناك. راح تبدا فقرات كثيره فيها منها لهازيج الاماراتيه وعندنا ايضا الجاليات ومشاركات، بتكون عندنا جوائز جدا كثيره حق الجمهور مع الاسئله الثقافيه وايضا الوطنيه.
اللي موجوده، وفي فعاليات وفقرات متنوعه، وعندنا ايضا ركن خاص بالاكلات الشعبيه والاكلات الحديثه. هناك بتكون تقريبا شبه مهرجان متكامل في هذا اليوم. جميل جدا، يعني ما شاء الله استاذ عيسى ارى تنوع فيها الانشطه، الفعاليات، المسابقات ايضا المصاحبه لهذه الاحتفاليه الوطنيه، والجميل جدا انكم دخلتوا فئات المجتمع اكيد لتحتفل معنا بهذا اليوم المميز اكيد والعزيز على قلوبنا في دوله الامارات العربيه المتحده. نجاح اي فعاليه واي احتفاليه استاذ عيسى اكيد لابد من مشاركه العديد من الجهات والقطاعات. دعنا نتعرف اليوم على الجهات المحليه ايضا المشاركه معاكم في تنظيم هذه الاحتفاليه الوطنية ودورها. صحيح، اليوم احنا عندنا في المبادرة نفسها عندنا شركاء استراتيجيين، وعندنا ايضا شركاء يمكن يشاركون لاول مره، وكان عندهم طبعا الحماس الكبير انهم يشاركون معنا. وايضا اضيف على ذلك ان هناك اليوم عندنا نفس ما ذكرت، احنا ما اعتمدنا اعتماد كلي فقط على المؤسسات وعلى بعض الجهات، ولكن ايضا افراد المجتمع كانوا يحبون ان يقدمون دور في هذا الجانب. اذا جينا على الجانب الاستراتيجي، اليوم عندنا نحن الشريك الاستراتيجي معنا القياده العامه لشرطه دبي، متمثله باداره الروح الايجابيه ومركز شرطه حتى. طبعا بيكون لهم هناك حصه كبيره من تقديم البرامج والانشطه الخاصه فيهم في هذا اليوم. وايضا هناك عندنا اليوم بلديه دبي والار تي اي مشاركه معنا، ما شاء الله، ومستشفى حتى، نعم، وايضا مشاركين معنا معهد الامارات للسياقه، وعندنا هناك قطاعات خاص كثيره مشاركه في هذا الحدث. ونفس ما ذكرت لك، احنا اليوم الحماس ايضا وصلنا ايضا من افراد المجتمع، ويمكن هذه اليوم هي الرساله اللي نحن نبغي نوصلها للناس، ان اليوم كيف نشارك ايضا المجتمع ولو بجزء بسيط، انه يكون جزء من هذا. واتونا من على ذلك، اتونا ايضا الشعراء، وايضا جاتنا فقرات من اطفال محبين يشاركونا في هذا الحدث. هذا كله كان طوعا منهم انهم يشاركونا في هذا الحفل. صحيح. استاذ عيسى، كيف تشوف نقول حماس وايضا استعداد فريق العمل اللي راح ينظمون ان شاء الله هذه الاحتفاليه في نادي حتى الرياضي الثقافي الاجتماعي؟ انا اعتبره هذا الفريق الاستثنائي حقيقه. ما شاء الله. هذا الفريق نعم، هو هذا الفريق كل يوم قاعد يعطينا معنويه كبيره. وما انسى على ذلك ان اليوم مجلس اداره نادي حتى حقيقه كان عنده اهتمام جدا كبير ان تقام مثل هذه الفعاليه في منطقه حتى، وتحتضن تكون هي الحاضن الاول والكبير للمنطقه ان تعد هذه الفعاليه في النادي. فكانت الاداره طبعا بكل اعضائهم شاركونا في هذا الحدث، وكانوا يدعمون المبادره هذه. وقالوا لي عيسى، يعني حرفيا قالوا عيسى اي شيء تحتاجه في هذه المبادره اعتبر الشيء موجود عندك، وانت تتحدث باسمنا وين ما بنكون، واحنا معاك في هذا الحدث. اللهم لك الحمد. الفريق محصل معنويه جدا كبيره، وكل يوم قاعد يزيد معنويتنا، وعندنا حفوز ما شاء الله حزه الفعاليه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني استاذ عيسى، هل من المتوقع ان تكون او يقتصر الحضور على اهالي حتى فقط، ولا متوقعين ما شاء الله انه ممكن بعد مدن ومناطق اخرى تشارك معاكم في هذه الاحتفاليه المميزه الخاصه بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدوله الامارات؟ صحيح، احنا اول شيء نشكركم كقناه تستضيفونا في هذا الحدث وهذا منبر. تسلم. حقيقه نحن اليوم ندعى جميع الناس والمجتمع اللي بيزورون مدينه حتى في تاريخ 1 ديسمبر ان يمرونا في هذا الحدث ويشاركونا. طبعا هي دعوه عامه ان شاء الله لكل زوار مدينه حتى واهالي مدينه حتى والمناطق ايضا المجاوره. احنا اليوم الفعاليات الوطنيه هذه هو تلاحم بين الشعوب، هو تلاحم بين الاوطان، تلاحم وتسامح في نفس الوقت. فنحن بالعكس هذه الفعاليه ايضا ترى من ضمن المشاركات اللي عندنا الجاليه الباكستانيه مشاركه معنا بعد بفرقه من الاهازيج المقتصره في هذه الجاليه. فنحن نرحب في جميع زوار مدينه حتى ان يزورونا ويشوفون هذا الحدث ويستمتعون في مرافق هذا الحدث.
أكيد، يعني أيضا أستاذ عيسى ما يخفى على الجميع أن حتى منطقة سياحية مميزة وجميلة وبالتالي يكون فيها احتفال وطني بمثل هذا، هذه الفعاليات والأنشطة والمسابقات المصاحبة. أكيد راح يكون إن شاء الله الحضور استثنائي لهذا العام لعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ عيسى، نتحدث عن القيم بالفعل التي تتواجد وتؤصل أكيد روح الاتحاد، الانتماء والولاء للشعب وللحكومة وأيضا للقيادة من خلال تنظيمكم لمثل هذه الاحتفالات الوطنية. نحن الشاهد في الموضوع أن اليوم المنظمين اللي عندنا هم مجموعة من المتطوعين اللي شاركونا. المفاجأة الكبيرة اللي نحن واجهناها، وهذا يمكن خبر حصري يعني لقناتكم الموقرة، أن نحن كنا طالبين عدد من المتطوعين بسيط جدا، ولكن احنا شفنا رغبة ما شاء الله المجتمع أنهم يشاركون ويقدموا له بجزء تجاوز اضعاف العدد. يعني اذا احنا كنا طالبين 30 ما شاء الله مسجلين حاليا عندنا قريب ال 70 ما شاء الله. فهذا الرد وهي كلها طاقات ايجابيه اليوم نحصل الناس. نحن على هبه استعداد لتنظيم هذا الحدث. هذا الحدث يعد من اكبر احداث في هذا اليوم في مدينه حتى. كل الجهات هي متعاونه معنا حقيقه بكل مقوماتها، واحنا نتوقع ان شاء الله هذا الحدث راح يكون له صدى. ان شاء الله. وانا ارد اشكر قناتكم الموقره حقيقه اللي اتاحت لنا الفرصه ان اليوم نروج لهذه المبادره وهذه الفعاليه من خلال هذا البرنامج المبروك. وان شاء الله باذن الله ان راح نقدم شيء اللي راح تسمعون صيته ان شاء الله في كل مكان. اكيد استاذ عيسى، واثقين من هذا الشيء. نشكركم بالفعل على مشاركتكم في احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وشاكرين لك اكيد على هذه المداخلة. الاستاذ عيسى البدواوي رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في نادي حتى الرياضي الثقافي الاجتماعي. شكرا ويعطيك العافية.